من هي جولستان تارا التي حيدت في غارة جوية في السليمانية يوم الجمعة 23 آب؟ استهدفت طائرة مسيرة سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني بكك في حدود قضاء سيد صادق في السليمانية بإقليم كردستان. تم الإعلان عن مقتل شخص خلال الاستهداف. زعم الصحافة بكك أن الضحايا كانوا صحفيين مدنيين، في حين لم تعلق الدولة التركية على الحادث. مصادر بكك في سليمانية صرحت أن المرأتين اللتين فقدتا حياتهما في استهداف سليمانية عاملتان في مجال الإعلام والصحافة بكك. ووفق المعلومات فإن هيرو بهاء الدين امرأة شبه مدنية تم نقلها من تنظيم شبيبة بكك في سليمانية للعمل في مجال الإعلام. أما جولستان تارا فهي إحدى كوادر بكك منذ نحو 25 عاما. فيا ترى من هي جولستان تارا؟ جولستان تارا اسمها الحقيقي جولستان تاكيك، ولدت عام 82 في إلها بباكور كردستان. انضمت إلى رفوف بكك عام 99 خلال سنوات دراستها الثانوية. بعد فترة من مكثها في بوطان توجهت صوب قنديل. عام 2004 بدأت نضالها وعملها في مجال إعلام بكك. خلال هذه الفترة وبين عامي 2008 و11 عملت في مؤسسة سكرتارية مراد قريلان وبقيت مقربة من قريلان. وهنا وفي هذا الوقت قامت الحركة النسوية لبكك باستدراج جولستان تارا ودمجها في النضال النسوي للتنظيم بحجة أنها باتت مقربة من قريلان وابتعادها عن الحركة النسوية، وهذا ما تسبب باستياء جولستان تارا وأدخلها في صراع مرير ومشاكل مع الإدارة النسوية للتنظيم. بعدها تم إرسال جولستان تارا إلى السليمانية للعمل في مجال الإعلام الحزبي لبكك في وكالة روج نيوز البككية في السليمانية. بعد عام 2017 عملت جولستان تاكيك في وكالة هوار للأنباء التابعة لبكك في روج آفا كردستان. بعدها عادت إلى السليمانية مرة أخرى وعينت عضوا في لجنة العمل الصحفي والإعلامي العام لبكك في أعلى مستوياتها وتم توظيفها هناك. وتسنمت جولستان منصب المشرفة العامة على عمل وكالة روج نيوز التابعة لبكك. ممن يخفي بكك هذه الحقائق؟ جولستان تارا هي إحدى كوادر بكك والتي عملت مع مصطفى قرس ومراد قريلان طيلة 25 عاما، ولم تكن من الكوادر البسطاء للتنظيم. من ناحية أخرى بعد وفاة جولستان تارا حاول بكك بشتى الوسائل إخفاء هويتها الحقيقية وأنها إحدى كوادره المتقدمة. من المستحيل أن لا يعلم أحد هذه الحقائق عن جولستان تارا، وأنها أمضت 25 عاما في رفوف بكك. فبكك وعموم كوادره والجماهير يعرفون جيدا أن جولستان تاكيك هي إحدى كوادر بكك. كما تعلم الدولة التركية أيضا هذا الشيء. آنذاك نتساءل ممن يخفي بكك هذه الحقيقة؟ ينكر بكك نضال كوادره الذين خدموا التنظيم لمدة 25 عاما من أجل تسويق سياساته على حساب أرواح الناس وتضليل الرأي العام. طبعا وكالعادة يلقي بكك اللوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تأجيج الرأي العام وتأجيج غضب الشعب الكردي عليه، لكن لسوء الحظ وقع الهجوم في المناطق الخاضعة لسيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. وهناك حقيقة أخرى وهي أنه لا أحد يعلم من يوجد على متن هذه السيارة سوى بكك ونقاط التفتيش التابعة للاتحاد الوطني.